السلام عليكم مشاهدين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال يا ربي يا كريم. اليوم كيف كتشوفوا من خلال العنوان حابه ندير لكم ان شاء الله محاجب بالطريقه طريقه جزائريه. طبعا غنحتاجوا مطيشه، طوماطيش نحيو لها الجلده والزريعه الدخلانيه، ونحتاجوا البصل. انا استعملت هذا البصل الحرير كما نقولوا له حنا، ونستعمل اللي بغى يستعمل الفلفله، اللي ما بغاش بلاش. انا حابه نستعملها. بقاو معايا كيف كتشوفوا معايا خاوتي. انا خديت بالنسبه للسر ديال المحاجب هو العجينه، هو الطريقه ديال لاباط. كنديروا 2 كيلات من سومولينا سميد لورطوب، وكيله واحده من فارينه، وشويه ملح برك. نعجنوها، ما نديروش بزاف ديال الماء باش ما تمزق لينا مع الحشو اللي غنديرو. نديرو تقريبا شويه ديال الماء، يعني كاس هكذاك، نغطيوها لمده ساعه ترتاح مزيان. هذاك هو السر ديالها، لمده ساعه ترتاح مزيان بكلين فيلم. نغطيوها ونرجعوا ان شاء الله من بعد. كي كتشوفوا معايا خاوتي، يعني بالنسبه للتقطاع نتوما كيف بغيتو، اما تقطعوا البصله هكا طويله بهذه الطريقه هذه تجيكم سهله، ولا تقطعوا كما هكا. قلت لكم نتوما واللي بغيتو طريقه التقطاع. حيت طبعا كتعرفوا البصله دغيا غادي تذوب، هي القطف، هي ساعه هي ومطيشه في الطياب دغيا كيدبلوا. بالنسبه للمطيشه طوماطيش غنحيو لها الجلده كامله طريقه كلها. نحيدو لها الجلده ونرجع معكم. قلت لكم المطيش هكا قطعنا طوماطيش هكذا، وهاد الزريعه غنحيدوها نحطوها هنايا هكا، ونقطعوها ونضيفوها للحشو ديالنا، وغنكملو نفس الطريقه مع الطوماطيش اللي بقات عندنا. رجعت معكم حبوباتي. ممكن الطوماطيش هي قطعت الفلفله الخضراء والحلوه والبصله هذوك النوع. غنديروا معاها شويه ملحه، نديروا ملحه وشويه فلفل كحل وبابريكا. انا رجعت لكم درت البابريكا وراء الكاميرا، ودرت الملح ودرت شويه فلفل كحل برك. واللي بغى شويه الحار يقدر يديروا شويه هريسه او لا، انا ما نقدرش نديرها باسكو وليداتي توميتي ياكلوا معنا. المهم نطيبوا هادشي ونرجع لكم. رجعت لكم خاوتي، نسيت ما قلت لكم ديروا واحد شويه زيت. هاي من بعد بدا كيغلي شويه نخليه. كتعرفوا المطيشه كتطلق الماء، الطوماطيش كتطلق الماء. نبقاو نخليوها هكا حتى يدبل مزيان الحشو، ونرجعوا نوريكم طريقه العجين.